قامت الحكومة الصينية بالقبض على مغني الإيغور الشهير أبلاجان في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، وأكد نبأ اعتقاله في مقاطعة بيشان في هيتيان. يواجه الإيغور والكازاخستانيون والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين مرحلة جديدة صعبة في رمضان. ووفقا للبيان الصادر عن لجنة الحريات الدينية الأمريكية، فإن اضطهاد الحكومة الصينية للإيغور والكازاخستانيين قد ازداد، خصوصا في بداية شهر رمضان، حيث تخضع أفكار المسلمين ومعتقداتهم لسيطرة وحشية من قبل الحكومة الصينية على مدى التاريخ. نظم الإيغور في 27 من إبريل نيسان احتجاجا كبيرا بمشاركة 5000 شخص أمام البرلمان الأوروبي في بلجيكا، مما أثار قلق البلدان الأوروبية من مسألة الإيغور. وفي البرلمان الأوروبي في فيينا ناقشت رئيسة المؤتمر العالمي للإيغور عائشة دوركن ورئيسة العمليات الآسيوية في وكالة مراقبة حقوق الإنسان صوفي ريتشاردسون وضع الإيغور الصعب. أعلنت قوات موالية لبشار الأسد عن سيطرتها على مدينة الرسنن التي تقع شمال مدينة حمص في سوريا، حيث يوجد بها أطول طريق سريع في البلاد. قام الرئيس الأوزباكستاني ميرزيف بزيارة الولايات المتحدة بناء على دعوة الرئيس الأمريكي ترامب في زيارة رسمية من 15 وحتى 17 من مايو، وناقش الرئيسان الأوضاع الحالية وآفاق العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الساخنة الإقليمية والدولية. تغلب أتلتيكو مدريد على مارسيليا ب3 أهداف مقابل 0 في نهائي كأس أوروبا يوم الأربعاء، وبهذه النتيجة فقد أصبح بطل الدوري الأوروبي في موسم 2017-2018. اجتمع أكثر من 300 من العلماء والمهندسين لتطوير أقوى ضوء ليزر في العالم، وقد استثمرت أوروبا أكثر من 277 مليون يورو لدعم هذا الاختراع العلمي والتكنولوجي، حيث قدم الاتحاد الأوروبي 85% من تمويل هذا المشروع، ومن المتوقع أن يغير هذا الاختراع حياة الإنسان بأكملها.